الجو حر ونفسنا نعمل حاجة حلوة سريعة وسهلة جدا، يبقى مفيش غير الحلو بتاعنا اللي هنعمله النهاردة. بصوا، هنعمل مهلبية بالموز والجيلي، بس ايه خطيرة. بصوا، يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. هنحط اول حاجة 3 معالق سكر، 3 معالق كبيرة نشا، كيس كريم شانتيه، كوبايات كبيرة لبن، وهنقلب كل المكونات دي معانا على البارد لحد ما نتأكد ان كلها اختلطت مع بعض. كده احنا قلبنا المكونات بتاعتنا كلها على بعض لحد ما اتأكدنا ان كله اختلط ببعضه. هنحطهم بعد كده على النار هادية ونفضل نقلبهم علشان خاطر مفيش حاجة تكلكع معانا. احنا كده رفعناها على نار هادية ونفضل نقلب فيها لحد ما نوصل للقوام اللي احنا عايزينه بتاع المهلبية. وهي على النار كده نضيف لها شوية فانيليا كده ونقلب. القوام بتاعنا بتاع المهلبية ابتدى يتقل اهو. انا كل ده عمالة اقلب فيها علشان خاطر مفيش اي حاجة تكلكع معانا واحنا شغالين. بس انا كده خلاص رفعت المهلبية من على النار، وده القوام اللي انا عايزاه ليها. هبتدي بقى، انا معايا الكوبايات بتاعتي اهي، عايزين تحطوها في اطباق، عايزين تحطوها في كوبايات براحتكم. وهنبتدي نصب المهلبية في الكوبايات بتاعتنا. نصبها واحدة واحدة كده علشان ما نبهدلش الدنيا. انا كده حطيت المهلبية في الكوبايات بتاعتي كلها، بسويها كده، حط نص الكوباية بس كده. الكوبايات بتاعتي جاهزة بتاعت المهلبية. ومعايا انا مجهزة هنا موزية متقطعة قطع، هنحطها كده جوه المهلبية بتاعتنا. ننزلها بمعلقة كده جوه المهلبية، ونساوي كده الوش بتاعنا من فوق. كده بالمعلقة ندخل الموز كده جوه، ونعمل كده في باقي الكوبايات كده. وده شكله بعد ما خلصنا. هنسيبهم بره لحد ما يبردوا وبعدين ندخلهم التلاجة لمدة ساعة. بعدين معايا كيس جيلي هننزل عليه، هنحطه وننزل عليه بكوباية مية مغلية. بعد كده نقلب كويس جدا لحد ما الجيلي يدوب خالص معانا. كده الجيلي بتاعي كله داب في المية المغلية. معايا مية، كوباية مية متلجة، نزلت بيها على الجيلي اللي عملته برضو قلبت كده. الجيلي بتاعي هسيبه لحد ما يبرد خالص، وبعد كده هنشوف هنعمل كده. انا قطعت موزاية كمان وهرصها كده على وش المهلبية بتاعتنا.
كده. زي صغننه نحطها اهو كده. كده كده احنا رصينا الموز بتاعنا في الكوبايات كلها اهو زي ما انتوا شايفين. والجيلي بتاعي استنيت لحد ما برد، هنحطه بالراحة خالص على الوش عشان مفيش حاجة تبوظ بس مننا. بالشكل ده. اول كوبايه معايا انا عملتها اهي، اهو كده على جنب. نعمل التانية بنفس الطريقه بالراحه خالص علشان مفيش حاجه ايه تبوظ. عايزه اقول لكم انا كل ما بعملها الولاد عندي حبوها جدا 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 جدا. بصوا انا عملت تاني كوبايه اهي. ناخد اللي بعدها نحط دي كده. بصوا بس اصلا شكلها مغري ازاي. هنكمل بقيه الكوبايات بنفس الطريقه. كده انا خلصت الكوبايات كلها بتاعتي. المفروض ان انا احطها في التلاجة لحد ما الجيلي يجمد خالص. وعايزه اقول لكم هي طعمها بجد حلو قوي ومنعش جدا في الحر ده. فهحطها في التلاجة تبرد وبعد كده هوريكم بعد ما جمدت بقى شكلها عامل ازاي. وده بقى كده شكل الجيلي بالمهلبية بتاعنا بعد ما خرج من التلاجة. بصوا يا جماعة شكله تحفة ازاي. بصوا بصوا كله حلو. بصوا ومش عايزة اقول لكم بقى كمان طعمه خطير يا جماعة بجد لازم تجربوه. واحنا كده خلاص خلصنا اسهل حاجة حلوة ممكن نعملها في الحر ده. ويا رب يكون الفيديو بتاعنا عجبكم واستنونا في فيديوهات كتير جاية من يوميات سليم وإيمان. باي باي.